يا لجفاك يتزايد محنهن علي وسطور فرحتنا، محنهن بغياب جفوفك اش دعوة محنيهن، عبالي مدممة بلطمك علي ذكرت ايامك وسلواك وطراك، بجئت وبللئتك دمع وطراك 5 مرات يذوب القلب، وطراك بيوم وكان فرض مفروض ليه، درت وجهك وحس بالراس يندار، يا من فدوى عليك العمر يندار، لو انهمل بقلبك كون يندار بقلبي ولا تمر بيك الأذية، بقلبي ولا تمر بيك الأذية. مرحبا بكم من جديد اخواني واهلي متابعين الكرام، وحياكم الله اخوكم الشاعر عياش الحسين، وجبت لكم قصة جديدة اتمنى تنال اعجابكم. في زمن من الازمان وارض من اراض الله، كان هناك شيخ من الشيوخ، وكلمته عند الناس ما تصير 2، ويحل مشاكل ربعه ويستشيرونه بالصغيرة والكبيرة. وكان هذا الشيخ من الناس المميزين برجاحة العقل والحكمة، وكان عنده جار محترم جدا، وهذا الجار ينضرب به المثل، يقولوا له أبو عليوي. ونهار من النهارات الشيخ غرقان بالنوم وعد أذان الصبح، والدنيا شتاء وباردة، وما حس إلا على صوت ديج على حايط جاره أبو عليوي وهو يعاي. وصار الشيخ يتقلب بنومته، وأزعج صوت الديج، وكل شوية يقول بلشي هسع يسكت، بلشي هسع يسكت. وللأسف الديج متابع لعند طلوع الشمس. ومرت 3 و4 أيام، والشيخ المسكين على هاي الحال، يقعد قبل الأذان على صوت ديش جاره أبو عليوي. وصباح اليوم الخامس قرر الشيخ يروح على جاره ويلقى حل لهذا الديج. وفعلا راح عليه ودق عليه الباب، وطلع له أبو عليوي. أبو عليوي طلع وهو فرحان بجيت الشيخ اللي عنده على البيت. أبو عليوي تفضل شيخ، زارتنا البركة، يا أهلا وسهلا، والله ما تروح غير ما تاكل ذبيحتك. قال له الشيخ ذبيحتي هذا الديك اللي على الحائط. رد أبو عليوي أني أذبح لك خروف شيخنا أنت؟ قال له لا، مشتهى الديك وريدك تذبح لي إياه. قال له أبو عليوي تبشر. وفعلا عند الغداء سوى أبو عليوي وليمة على شرف الشيخ، وعزم الجيران والأحباب، وذبح الديك للشيخ. وقبل كانوا من يذبحون الذبيحة يحطونها قدام الشيخ، وهو يقسم على المدعوين والخضار. وجابوا الديك قدام الشيخ وصار يقسم، وأخذ الشيخ أرقبة مالت الديك وصار يتفنن بأكلها من قد ما كان مزعجة صوته. وبعدها راح على البيت وهو مرتاح ومكيف. وعند الصبح وقبل الآذان حس الشيخ على صوت، ولا انهن 50 ديك على حايط جاره أبو عليوي، وكلهن يعاي، وعندها فقط صواب الشيخ. وراح ودق الباب على جاره أبو عليوي، وطلع عليه أبو عليوي وقال له خير شيخ، خاف نسيت مسباحك يمن البارح. قال له الشيخ أبو عليوي أنا البارح خليتك تذبح الديك بدون إزعاج مشان أرتاح من صوته، واليوم حاط لي 50 ديك على الحائط وكلهن يعاعن، انت مستقصدني لولا؟ ورد عليه أبو عليوي
ما كان قلت لي يا شيخ واني اشرح لك؟ هذا الديك كان ما يخلي ولا ديك يطلع على الحائط ويعاعي، ومن ذبحنا كلهن طلعن وصارن يعاعن. وبقصد قصتنا اخواني الكرام ان اليوم نسمع كثير من الناس للأسف الشديد تعاعي بدون رقيب او حسيب. وسلامتكم، اتمنى تكون هاي القصة قد اعجبتكم، واذا اعجبتكم حطونا لايك واشتراك احباب قلبي، واتمنى لكم الخير كله. تحياتي لكم والله يسلمكم.